النهاردة تعالوا نبعد عن القلي شوية ونعمل صينية سمك لذيذة جدا، طعمها تحفة وكمان خفيفة. اول حاجة عندي سمكية القمر دي، ممكن يكون شكلها مش عاطفي بس بجد السمكية دي طعمها خطير. اللي يعرف نوع السمكة دي يكتب لي في الكومنتات. ولحد ما الحاج صاحب البيت يقطع لنا السمك نجهز التتبيلة: توم مع فلفل رومي وفلفل حامي، هنفرمهم وهنضيف له معلقة كبيرة كده مليانة من الكزبرة، ونص معلقة كبيرة من الكمون، رشة من الفلفل الاسود، معلقتين مليانين من الملح، وحوالي ربع كوباية من الخل، وعصير 4 ليمونات كبار. هنقلبهم بقى كويس، وانا كنت عاملة تتبيلة بزيادة علشان هحتاجها لكذا حاجة. نركنها على جنب، والحاج صاحب البيت قطع لنا السمكية. الافضل طبعا تجيبوها متقطعة، بس انا كنت عايزة اوريكم شكلها وهي سليمة. هوزع بقى التتبيلة كده على السمك، بس مش هخلي المعلقة تلمس السمك علشان خاطر انا محتاجة التتبيلة زي ما قلت لكم الحاجات التانية. كده تبلت السمك، ممكن اسيبه بقى نص ساعة او ساعة. وهنا نجهز خضار عبارة عن بصل وطماطم وجزر مبشور وفلفل رومي او حامي زي ما تحبوا. هتبل برضو الخضار ونقلبه كويس مع بعض، ونفرده بقى كده في الصينية، ونشيل منه حوالي معلقتين 3 كده. رصيت السمك، خليت الجزء بتاع الجلد الفوق عشان يتحمر معايا. ودي كانت سمكية بياض. السمك البياض حلو جدا، سمك نيلي بس ليه موسم معين، فهو ده الموسم بتاعه. شوية الخضار اللي كنا شلناهم ضفت عليهم شبت وقلبتهم وضفتهم على وش الصينية، وغطيتها بورق فويل، وحطيتها على أرضية الفرن. الفرن كان شغال على أعلى درجة حرارة. مجرد ما غليت رفعتها على الشبكة وشيلت الفويل علشان تتحمر معايا وتبقى معايا بالشكل القمر اللي حضراتكم شايفينه ده. لما طلعت ضفت لها رشة من الكزبرة، بتدي طعم حلو جدا. ممكن طبعا تتاكل بالعيش، وممكن نقدم جنبها رز صيادية زي اللي عملناه في الفيديو اللي فات او في الريل اللي فات. سيب لكم اللينك بتاعه في التعليقات لو ما كنتوش شفتوه. ممكن كمان نقدمه مع رز ابيض. وبس كده، واشوفكم الفيديو الجاي.